السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ولو الوقت متأخر، ولكن نحب أن ننتقل إلى عالم أو عوالم خفية وعوالم الخوارق وعوالم ما وراء الطبيعة، ربما لنغير نمط حياتنا أو نرفع بعض الثقل السياسي أو الاجتماعي أو ما يدور في مجموعتنا. اليوم رحلتنا إلى القطب الجنوبي. القطب الجنوبي أو القارة المتجمدة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا فيها أسرار، منها ما اكتشف ومنها لم يكتشف بعد، وفيها أبعاد وفيها عجائب. لكن ما قصة ارتباط هذه القارة التي تبعد آلاف الأميال عن بلاد الرافدين ببلاد الرافدين؟ هذا ما وجده العلماء وليس نحن. تسلمين ماجدة لولا. وجدوا حضارة، هذه الحضارة في أهرامات، صح هي على شكل أو تجسيمات لمنشور في الشكل الهندسي، إلا أنها تختلف العالم. هذه الأهرامات اللي وجدوها مكونة من أحجار، حللوها فوجدوا أن هذه الأحجار أو التربة هذه اللي صنعت منها أو عملت منها الأحجار موجودة في منطقتين محصورتين في العالم: بلاد الرافدين وجنوب أو بلاد النوبة في جنوب مصر المحروسة. وهي تشابه الأحجار التي بنيت منها الأهرامات، لكن أيضا لها هياكل زجاجية من زجاج غريب. يعني المفروض الزجاج في المنطقة القطبية الشمالية أو الجنوبية يتكسر بسبب السترين، يسموه اللي هو مو ضغط، اللي هو التكوين للزجاج، يعني سترين باللغة العربية مو هي الكثافة، اللي هي القوة التي يتمدد فيها الشيء أو يتكسر. ووجدوا أيضا كتابات مسمارية تختلف عن الكتابات المسمارية في بلاد سومر، لكنها مسمارية. واستخدموا تقنيات الأطياف الضوئية الكمية في بعثة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وبعثة أخرى ثلاثية من بريطانيا وألمانيا واليابان. هذه الأهرامات هي مغطاة بالجليد القطبي، لكن كما ترون في الصورة أهرامات.
ووجدوا أن عندما بحثوا في طرق الطيف الكمي بأنابيب من نوع معين من الزجاج لا يوجد مثيلا له إلا في منطقتين: في العراق في الرمادي، وفي اسكتلندا في أدنبرا. يعني الرمل، صوروا الرمل في اسكتلندا. فهذه الأنابيب فيها طاقة، والاعتقاد الذي ساد عند البعثتين أو العلماء أن هذه الأنابيب هي وسيلة لانتقال البشر عبر هذه الأنابيب عبر المسافات الطويلة بين اللي هو مدن هذه الأهرامات. لكن الغريب في الأمر إن في الهرم الكبير اللي أنتم شايفينه، وهذا أكبر الأهرامات اللي موجودة، وجدوا أن هناك بوابة للطاقة كما في إهرامات الجيزة وإهرامات اللي بالعراق وإهرامات اللي في دول في المكسيك ودول أمريكا الجنوبية في الأمازون. فطبعا تطور البحث العلمي وما أصبحت مجرد بعثة أثرية دخل فيها علماء في الطاقة الضوئية الكمية. فوجدوا هذه البوابات أو بوابات الطاقة، من منها يتجه إلى السماء، يعني هي عبارة عن بوابات كونية، يعني كانوا الناس ينطلقون منها إلى أكوان أخرى. طب هم يتحدثون حسب ما وجدت الأجهزة، يتحدثون عن ملايين السنين، الحضارات القديمة. يعني معناها حضارة وادي الرافدين ليس كما يقال عنها 10,000 سنة، حضارة بلاد النوبة ليس أيضا 8,000 7,000 سنة. وهناك ترابط بين كل هذه الحضارات وحضارة وادي الرافدين. فمنها بوابات للطاقة تفتح على 7 أماكن ترتبط بمكان رئيسي هو الأرض الوسطى في العراق، أو إحنا نسميها الفرات الأوسط. ووجدوا أن هناك بوابات للطاقة حصريا في مدينتين في العراق: كربلاء والكوفة. هذه أحد المراكز الرئيسية أو المركز الرئيسي اللي يلتقي وتفتح البوابات الأخرى. وجدوا في بوابة تفتح في ستونهنج في بريطانيا، وفي بوابة تفتح بستونهنج الأمريكية اللي تكلمنا احنا عنها. ووجدوا أن هناك بوابة تفتح بالمكسيك، وفي اليابان، وفي روسيا سيبيريا. فدرسوا الحضارة أكثر فأكثر، فوجدوا أن الخط المسماري هو ليس المسماري الاعتيادي، إنما يعرف بالخط المسماري الضوئي الرقمي. يعني شنو الضوئي الرقمي؟ يعني فوتو ديجيتال رايتنج، يعني بما معناه أن هؤلاء البشر اللي عاشوا كانوا يكتبون ليس بقلم، إنما يكتبون
كتابة ضوئية مسمارية. وقد يكون استخدام التقنية المسمارية يمكن يكون نوع من أنواع الليزر الضوئي. احنا عندنا عدة أنواع للليزر. أحدث الأنواع اللي اكتشف قبل أقل من 3 سنوات يسموه الليزر الضوئي الأزرق الكمي. رجعنا إلى خط البداية. ما دخل هذه الحضارات التي تبعد آلاف الأميال أو عشرات الآلاف الأميال عن العراق، عن بلاد الرافدين، شنو صلة الترابط بينها؟ نرجع إلى فريز قال أو كتب 2 آدم وايسهوبوت سنة 1770 في كتاب التنويريين، والفريز يتكلم عن نقطة ارتكاز أرضية كونية. نقطة الارتكاز الأرضية الكونية هي العراق، وحصريا البصرة، أو البصرة والمثلث اللي احنا نعرفه مثلث الأهوار، أهوار هور الحمار. يعني الكثير من حضارة وادي الرافدين ما زالت مجهولة. كم من بشر عاش على هذه الأرض؟ ولماذا الله جعلها مقدسة؟ ليش يعني من دون كل الأراضي والأجرام السماوية والكواكب جعل العراق مقدس؟ ولماذا الله جعل عرشه بين الأرض والسماء فوق القرنة أو نهر دجلة والفرات في التقائهم بنقطة الارتكاز هذه اللي هو ذكرها آدم وايسهوبوت التنويري، وذكرها تسلا في مذكرات اختفت. مذكرات تسلا في 40 صندوق ضخم، في 8 صناديق مختفية اللي لقوه 32 صندوق. أين ذهبت ال8 صناديق؟ هل فعلا أخذتهم CIA؟ لا. هل أخذتهم أو أخذوهم الناس الذين يعملون في المنطقة 51، أو الناس المتواجدين تحت الأرض في ستون هنج، أو تحت الأرض في الأرض السفلى تحت البصرة في حضارة نيبور الأقدم؟ عدة تساؤلات، لكن قطعا الرموز اللي كتبها تسلا في هذول ال8 صناديق من التعقيد ما لم يستطيع أي عالم يومنا هذا أن يفك شفرة واحدة من شفرات مخطوطات أو أبحاث العالم تسلر أو الخارق آدم وايسهوبوت الذي أسس التنويريين، ثم انحرفت هذه المجمع التنويري، انحرف إلى اتجاه غير الاتجاه اللي أسس من أجله آدم وايسهوبوت، وهو كان رجل دين بروتستانتي.
إذن اليوم احنا يوم نتحدث عن العراق، وهذا العراق الذي تتكالب عنه الدنيا ليس تتكالب عن ثروات طبيعية، إنما العلماء، وخصوصا احنا نعرف ان في هناك 12 شخص يعيشون على الأرض هم علماء بس مو من هذا الزمن، ويسمون تايم ترافلر أو مسافرون عبر الزمن. إذن اليوم ما يحدث في العراق، ولماذا أصبح العراق مركز الاهتمام لوجود حضارات. كانوا الناس تتكلم عن الحضارة الفرعونية. اليوم في أي مكان في الدنيا، في أي مجمع علمي في الدنيا ظاهر أو مخفي، أبحاث المنطقة 51 آخر ما وصلني صار ما يقارب 4 سنوات زائد، يعني 4 سنوات ونص تقريبا، يدرسون العراق بطرق لا تخطر على بال البشر. يعني مركزين على دراسة العراق، لأنه هذه المؤسسة Area 51 هي تعني بمؤسسة لعوالم الخوارق والعوالم الخفية وعوالم ما وراء الطبيعة. نفس هذه المؤسسة في بريطانيا، هذه المؤسسة إلها ظاهر في لندن تسمى المؤسسة الملكية البريطانية للأبحاث العلمية والطبية ولأبحاث ما وراء الطبيعة، ومن ضمنها بين قوسين أبحاث الطاقة الكمية الضوئية ذات الطيف الأزرق. يعني احنا نريد نوصل مفهوم للناس. هذه الأهرامات مو مجرد أماكن عادية، هذه عبارة عن مساكن لناس خارقين لكل معادلات الطبيعة، إضافة إلى أن هذه معامل لأشياء فوق تصور البشر، ومنها الطاقة، أمور الطاقة. يعني كم من الطاقة موجودة في أرض العراق اللي العالم كله يعتمد عليها، وهي نقطة ارتكاز الكون والأرض كما قال العظيم آدم وايسهاوت. هنا السؤال وأنتم تجاوبون عليه. وعدنا إلى أرض الواقع الذي نعتقد كلنا أنه واقع، ولكن هو ليس واقع، إنما هو مصفوفة نعيش فيها ونعتقد أن نعيش الواقع، إنما ما نعيشه ضمن إطار تلك المصفوفة. تحياتي وأشواقي للجميع. هذا عراقكم وهذه أخباره. تصبحون على خير. ما حبيت يعني، لأنه طلب مني أعتقد السيد محمد دراجي أني أعمل بث على قناة خوارق، عوالم الخوارق وعوالم ما وراء الطبيعة وعوالم خفية، وأنا ما ممكن أرد أي إنسان، خصوصا إذا كان هذا الإنسان عراقي. مهما نختلف فنبقى نحن عراقيين، وحتى لو كنا قلة من العراقيين فنحن الأصليين اللي راح نبني بلدنا حسب ما نريد وليس ما يريدون، حسب ما احنا نريد كعراقيين. والعراقيين طبعا مو بس العراقيين في عراقيين اليوم يسمون أجانب بس هم عراقيين. تصبحون على ألف خير. نلتقيكم إن شاء الله غدا في بثوث أخرى
والقادم إن شاء الله للعراق أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم على المتابعة وفي هذا الوقت المتأخر من الليل.